معانا أول طالب هيحكي لنا عن تجربته وإزاي اتقبل في واحدة من أصعب المنح في الصين. فيوسف عرفني عن نفسك. أنا اسمي يوسف أيمن. اتقبلت في منحة الحكومة الصينية. بدأتها بالظبط بعد ما خلصت ثانوية عامة. وأنا في ثانوية يعني كنت مخصص وقت كل مذاكرة، بس كنت عايز أخش طب. بس للأسف لما خلصت طبعا المجموع ما ساعدنيش يعني أخش، جبت 78. فطبعا كنت متضايق شوية وما كنتش عارف أعمل إيه، وما كانش فيه مجموع، يعني المجموع بتاعي ما كانش يدخلني مثلا حاجة قريبة، حتى علوم مثلا أو تمريض حتى. ما كنتش عارف أعمل إيه لحد ما لقيت فيديو بيتكلم عن المنح. فانا ما كنتش عارف ازاي ان انا ممكن يعني اسافر بره ومثلا حد يدفع مثلا مصاريفي كلها، يعني مش جايه معايا لحد ما بدات بقى ابحث عن الموضوع. كنت ساعتها عايز ادور على حلول بديله يعني. فبدات ابحث عن الموضوع بقى، بس طبعا الموضوع كان يعني ملخبط شويه، يعني ازاي الاقي المنح؟ المنح دي هي ايه اصلا؟ يعني ايه؟ هعمل ايه عشان اقدم مثلا شهاده ثانويه بس؟ طب وازاي وانا اصلا جايب 78%؟ يعني اصلا اكيد المنح مش هتقبلني وانا جايب 78%، بلدي ما قبلتنيش. فاعمل ايه؟ فبدأت بقى أبحث برضه أكتر عن اليوتيوب وعلى منصات. طبعًا تُهت جامد في الأول، تُهت جامد يعني، ولقيت بقى فيديوهات بقى عن حاجة اسمها IELTS، وعن إن أنت لازم يبقى معاك شهادة لغة، ولازم بقى تترجم أوراقك، ولازم مش عارف تعمل إيه. فبدأت طبعًا أتوه جامد يعني. وبدأت بقى إن أنا أخُش على منصات. دي كانت بتجيب لي مِنَح مثلًا، بترخّص مِنَح معيّنة، مش مِنَح اللي هي دلوقتي الحكومية. فكان ده بيلخبطني أكتر. بس في الآخر بعد فترة كبيرة عرفت يعني عن المنح الحكومية وكده، عن طريق اليوتيوب يعني برضه. وبدأت بقى أجهّز ليها. بس للأسف اترفضت في كُلّه. فأول سنة كُلّه كان رفض، 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 rejections. الmotivation بتاعي ما كنتش فاهم فيه أوي، ما كنتش عارف يعني. الإنجليزي كنت مش مهتم بيه. مثلًا الشكل نفسه بتاع الmotivation الخارجي، يعني كنت بابدأ على طول كده، باتكلم كإني باكلم واحد صاحبي. فده كان طبعًا غلط جدًا، ما كانش عندي الخبرة الكفاية. وبرضه في الIELTS جِبت درجة برضه مش كويسة، فكان كُلّه بايظ خالص منّي في الأول. بدأت بقى أركّز تاني أعمل إيه في المنح. بس ساعتها كنت فاكر إن أنا خلاص، برضه أنا لسه في نفس الموضوع، أنا في كُلّية مش حاببها. فحوّلت من كُلّيتي، بدأت بقى كُلّية من أول وجديد، حوّلت لكُلّية زراعة، جامعة عين شمس. فبدأت من أول وجديد. طبعًا كُلّه قعد يقول لي هتبدأ من الأول ومن أول وجديد ومش عارف إيه، وهتضيّع سَنة عليك. بس أنا الصراحة كنت باحاول أدوّر يعني على حاجة أنا حاببها، مش بس برضه ما لقيتش، مش ده مكاني، مش ما حسّيتش بنفسي. قُلت بقى لأ، لازم أركّز بجد المنحة عايزة إيه، بتدوّر على إيه بالضبط، إزاي أحسّن من نفسي عشان أتقبل فيها. فبدأت في الأول أركّز على الmotivation، قُلت أخلّي الموضوع الورق يعني قبل المنحة بحاجة بسيطة. موضوع الورق اللي هو الترجمة، ده كده مش هياخد وقت. إنّما موضوع الmotivation، الCV، الحاجات دي كلّها لازم أركّز عليها دلوقتي. طَب إزاي أركّز عليها؟ حاولت بقى إن أنا أخُش طبعًا تطوعات. دخلت مثلًا في الأول volunteering في فيسبوك، يعني لقيت على الفيسبوك يعني group بينزّل عن الvolunteer وكده. ف بدأت بقى أبدأ في تطوعات. اتطوعت في جمعية رسالة، اتطوعت في student activities، حاجات ليها علاقة بالبحث العلمي، يعني لقيتها قدّامي زي الURI وكده. فبجد بدأت أنغمس، يعني حتى لو أنا ما كنتش هاقدّم على المنحة، أنا بجد استفدت، يعني أنا استفدت، اتطوعت كتير وقابلت ناس كتير. فده فادني كتير جدًا. وبرضه دخلت إيفنتات ليها علاقة بتخصصي اللي أنا عايزه biotechnology. و وليه علاقة برضه إن أنا عرفت إن في حاجة اسمها تنمية مستدامة. فقُلت برضه ليه ما أخلّيش إن أعرّف المنحة إن أنا فعلًا عارف برضه حاجات خارجية، يعني عارف الحاجات اللي الناس عايزاها الموجودة حاليًا في العالم يعني وكده. فبدأت بقى أهتم بالحاجات دي كلّها. عملت الCV بتاعي كويس من على Word، أنا عملته بنفسي. كتبت فيه كل حاجة، يعني اللي ممكن يعني يبقى في المنحة. وبرضه الmotivation بقى، يعني بدأت بقى في الmotivation إن أنا أشوف الأول ناس اتقبلت في المنحة، ده الbasic، إن أنا أشوف الناس اتقبلت في المنحة عملت إيه. حاولت أوسّع الnetwork بتاعتي في الناس اللي اتقبلت بالمنحة. وكمان في الvolunteer قعدت أقول إن أنا هاقدّم على منحة، هاقدّم على منحة، علشان برضه أحاول ألاقي حد مثلًا قدّم على منحة، عارف ناس قدّمت على منحة. فبجد ده خلّاني أعرف ناس كتير قدّمت على منحة. فبدأت أسألهم أعمل إيه في الmotivation، أبحث كتير أوي على اليوتيوب. فعرفت في الأول الشكل الخارجي للmotivation نفسه. عرفت إن هُم مثلًا عايزين إن أنت يبقى عندك خطة واضحة، إن أنت هتبقى active عندنا مثلًا في الجامعة، إن أنت مثلًا باحث فعلًا عن الدولة اللي أنت رايحها، باحث عن الجامعة اللي أنت رايحها، حاطط أمثلة، أنت فعلًا عملت إيه، الexperience بتاعتك. بس كل ده ملخص، يعني بتكتب كده، بتعرّفهم، بيبقى في دماغهم مثلًا أنت عملت إيه بس بسرعة، مش بتسرد أوي يعني. ففعلًا بدأت إن أنا أكتب عن الmotivation، كتبت أنا عملت إيه في اللي هو السنة ونُص دي، تطوعت في إيه، إيه علاقته بالتخصص اللي أنا هاقدّم عليه أكتر. يعني أنا ممكن تطوعت في حاجات ما لهاش علاقة بالتخصص ما كتبتهاش،
بس كتبتها في الCV. في الmotivation باكتب الحاجات اللي ليها علاقة فعلًا بتخصصي، وبعد كده كتبت البلان بتاعتي، وحطيت برضه حاجات ليها علاقة باللي هم عايزينه، زي التنمية المستدامة، وإن أنا مثلًا هافيد بلدي بقى، زي مثلًا رؤية مصر 2030 مثلًا، فدي حاجات يعني بتركز عليها. وفي الآخر يعني الحمد لله بعد سنة ونص من سنة في الأول rejections كله، وبعد كده حاولت تاني وقدمت، ومع إني ضيعت سنة، وبرضه لما قدمت تاني برضه ممكن أضيع سنة تانية، بس مش مشكلة، يعني حاولت أكتر وإن شاء الله خير. ان شاء الله. انت خلاص اتقبلت في المنحه وهتسافر يوم هتسافر الشهر الجاي في شهر إن شاء 9 الله. تبدا على طول. انت بتتكلم صيني؟ لأ. طب للأسف. قدمت على المنحه ليه؟ أول حاجة يعني المنحة هتعلمني لغة صينية، فكده أنا هستفاد حاجتين، تخصصي، وفي نفس الوقت إن أنا هاتعلم برضه لغة البلد اللي رايحها، وغير كده اللغة الصينية يعني لغة مهمة جدًا، فلازم برضه أبقى عارف لغة البلد اللي أنا رايحها، يعني أيًا كان البلد. أنا كنت بادوّر أصلًا على أي منحة فيها لغة سنة تحضيرية، حتى لو هي بتاخد إنجليزي مثلًا، يعني في المنحة الصينية بيقبلوا بشهادة إنجليزي، ممكن تدرس بالإنجليزي، بس أنا لأ، قُلت لازم أعرف أتعامل مع الناس، يعني أنا هاعيش معاهم بتاع 5، 4 سنين، فلازم أبقى عارفهم، لازم أتكلم معاهم، فقُلت خلاص آخد الrisk يعني ما فيش مشكلة بقى، هو صعب شوية بس مش مشكلة. طب الناس اللي حواليك، صحابك لما قلت لهم انا بقدم على المنحه دي، اهلك لما قلت لهم انا هسافر، كانوا بيشجعوك؟ كانوا شايفين ان الموضوع ما يستاهلش؟ هو في الأول ما حدش كان فاهم، يعني أهلي ما كانوش فاهمين إزاي ممكن أصلًا برضه زي ما أنا فكرت في الأول، إزاي يدفعوا لي تمن مصاريفي وتمن سكني وتمن كل حاجة إزاي. في الأول أصلًا أنا ما قُلتش لحد، يعني أنا لمّا كنت عمّال أترفض برضه ما كانش حد عارف، حتى أهلي ما كانوش عارفين أصلًا أنا باقدّم على منحة، يعني ما كانش حدش عارف. بس بعد بقى أمّا بدأت إن أنا أخُش بقى في حوار ترجمة الورق بقى بجد وخلّصت الmotivation، قُلت لهم، يعني هم لسه أصلًا من فترة صغيرة فاهمين وإزاي، وبرضه مش مستوعبين لحد الآن إن أنا هاقدّم على منحة، يعني إن أنا خلاص مسافر فعلًا، وإن أنا المنحة هتتكفّل كل حاجة، فيعني هم لسه step by step يعني. يوسف، واحنا بنبص على السي في بتاعك انا قلت الشخص ده بيشتغل على نفسه من اولى اعدادي، من 6 ابتدائي، لان ما شاء الله في حاجات كتير جدا. بس بصيت لقيتهم في اخر سنتين اللي انت اصلا كنت فيهم في الجامعه وهتروح تبدا بكالوريوس جديد. عملت الحاجات دي كلها امتى؟ هو أنا بعد ما اترفضت من كذا منحة يعني وكده، بدأت بقى أدوّر هُم فعلًا عايزين إيه، فعرفت طبعًا التطوعات والتدريبات وكورسات وكده. ففي الأول بدأت أخُش على جروب على الفيسبوك اسمه volunteering hub for Egyptians. ده كنت باشوف فيه بقى كل التطوعات اللي نازلة، وعرفت إن هو موضوع يعني حرفيًا كبير جدًا، قدّمت كتير، يعني قدّمت كتير جدًا. في نفس الوقت أنا كنت قعدت بتاع شهرين interview كل يوم interview مع الناس اللي هاتطوّع معاهم يعني. اتطوّعت مع كتير جدًا، اتطوّعت مع FM model وجمعية رسالة، وخدت تدريب من كُن سفيرًا. يعني كل الحاجات دي ليها علاقة بتنمية مستدامة، وفي نفس الوقت في حاجة ليها علاقة بتخصصي اللي هو الURI، إن أنا مثلًا خدت حاجة ليها علاقة بالبحث العلمي، ده ليه علاقة شوية بتخصصي، فأنا حاولت أشمل إن أنا تخصصي وتنمية مستدامة حاجة يعني حاجة عالمية معروفة، وحاجة تانية بقى إن أنا أزوّد الnetwork بتاعتي، وإن أنا يعني أطوّر من نفسي أكتر. وكمان بالنسبة للكورسات، بدأت بقى آخد كورسات ليها علاقة يعني بمجالي وكده، وبرضه حاجات ليها علاقة بالتنمية المستدامة. يعني أنا حاولت أفهّمهم إن أنا فعلًا عارف الحاجات العالمية، وبرضه باخُش في مجالي، وفي نفس الوقت باطوّر من نفسي، فهُم عايزين يشوفوا إن أنت active، فأنا بجد كنت داخل لهم في الحتّة دي، إن أنا فعلًا active في مجالي أو برّه مجالي. طيب كنت بتلاقي الوقت منين؟ ما هو أنا بقى كنت ضغطت نفسي جامد، كده كنت في الكلية ما كنتش يعني مرتاح أوي، فكنت مخلّص وقتي كلّه في إن أنا أنزل أتطوّع، وضغطت نفسي يعني، حاولت أرتّب مواعيدي، عملت جدول، مع إنه تطوّع وكذا حد قال لي: "ما ينفعش إن أنت تخش تطوّع في كذا حاجة كده، ده غلط، خلّيك في حاجة واحدة بس." بس بجد أنا ما اهتمتش، يعني أنا قُلت لأ، أنا عايز أخلّص كل ده، وفعلًا يعني تعبت جامد جدًا عقبال ما أخلّصه الصراحة، بس يعني نتيجته طلعت، يعني لقيت الCV أنا عارف أكتب حاجات في الCV، وكمان ده أنا في حاجات شايلها، يعني بجد ما تزهقش، يعني قدّم في اللي أنت عايزه في كلّه، وطوّر من نَفْسك لحد ما تحس إن أنت تمام. أنا خلاص الCV فعلًا فيه حاجات تبان إن أنا فعلًا عملت، مش كلام وخلاص، مش أي حاجة، حاجات ليها علاقة بمجالك، وزي ما قُلت لك حاجات ليها علاقة برضه بالحاجات العالمية. يوسف، انت البيرسونال ستيتمنت بتاعتك متظبطه جدا، الانجليش بتاعها صح جدا، وتلاقي فيها حاجات دايفيرس بس في نفس الوقت مربوطه بالمنحه. عايز اعرف انت كتبته ازاي ستيب باي ستيب. بُص، هو أنا في الأول خالص ما كنتش عارف أصلًا هو بيتكتب إزاي، وإيه يعني الشكل الخارجي بتاعه، وإيه اللي هُم بيبقوا عايزينه من الmotivation letter، فأنا كنت بابدأ يعني كتبته بأي حاجة، يعني كنت أخش كتبت أنا ليه عايز أقدّم، ويعني حاجات كروكي كده، بس إن أنا أجيب الكلمات اللي هُم طالبينها. فطبعًا ده كان غلط جدًا يعني. فأنا بدأت أبحث، وبدأت أشوف ناس اتقبلت في المنحة، وأعرف منهم، بس طبعًا إن أنا أشوف ناس اتقبلت في المنحة دي قعدت فترة شوية يعني.
لقيتهم فين الاول؟ في الاول كنت بخش على جروبات المنح، في جروبات على الفيسبوك بيبقى ليها علاقه بالمنح، يعني كنت مثلا سي اس سي سكولارشيب مثلا 2025 كده، يعني كان بتخش تلاقي ناس كتير جدا. فانا اصلا الفتره دي كان يعتبر تقريبا نتيجتهم بتطلع، فكنت ببدا الاقي ناس بقى، هي ما بقول كنت بخش ببرايفت وببعت لده ولده، طبعا مش كله بيرد، بس ما يعني ما تتكسفش، اسال على قد ما تقدر، كده كده يعني خلاص انت بتعمل حاجه ليك فاسال عادي. فكنت بسال ناس كتير جدا، في ناس يعني كانت بتساعد جدا في حوار الموتيفيشن ده، فقعدوا يقولوا لي مثلا الشكل الخارجي يبقى ازاي، ايه هم بيبقوا عايزين الموتيفيشن. دخلت على اليوتيوب شفت ناس اتقابلت في المنحه بتحكي قصتها برضه، لقيت برضه هم بيقولوا ايه عن حوار الموتيفيشن، يعني بيقولوا مثلا الشكل الخارجي وهم بيبقوا عايزين ايه، التنسيق بيبقى مهم ازاي، الجرامر بيبقى مهم ازاي، تسلسل الكلمات بتاعك برضه لازم يبقى مهم جدا، يعني ما يبقاش بيتكلم في حاجه وتخش على حاجه تانية مثلا وراها، فده برضه مهم جدا. فانا بقى بدات اجمع كل ده وكتبت طبعا في ورقه، يعني طريقه تقليديه جدا، قعدت اكتب ان هم عايزين ايه وكده. فبدات امشيها واحده واحده، فهمت الشكل الخارجي، ان هم في الاول مثلا introduction ليا بسيطه، experience ليا، ليه الصين، ليه الجامعه، ايه مثلا الطموحات، مش الطموحات، البلان بتاعتي، يعني انا عايز اعمل ايه في الجامعه وبره الجامعه، يعني اللونج تيرم. فخلاص بعد ما فهمت ده بدات بقى اكتبه، وبدات كمان استخدم بقى حاجات للجرامر، يعني زي الجرامرلي، كويل بوت، وتاتش من الاي اي. بعد يعني ما استخدمت الحاجات دي كلها بدات بقى طبعا اراجعه، وطبعا لازم يبقى الحاجات دي فعلا منك انت، يعني انت تشوف من ناس تانية، ولكن انت اللي تكتب، يعني انت اللي تكتب حاجه بتعبر عنك، وفي نفس الوقت تحط اكزامبلز، يعني مثلا انا هدرس الصين، ماشي الصين متقدمه وكل حاجه، ليه، ايه علاقته بمجالك، فانت تحط اكزامبل الصين عملته في مجالك. انا مثلا حطيت ان واحد خد نوبل في مجالي في الصين مثلا، وفي نفس الوقت ان هي عملت ابلكيشنز ليها علاقه بتخصصي، فهم فهموا ان انا فعلا بحثت في الموضوع ده. في الجامعه مثلا برضو كتبت الجامعه مثلا عملت اتشيفمنتس ايه، اللونج تيرم ما كتبتش مثلا انا عايز وعايز، لا انا فعلا الاهداف واضحه، كتبت حاجه ليها علاقه بالايجيبت 2030، وبرضو كتبت فعلا انا عايز اعمل ايه في الجامعه. ده مهم جدا ان هم عايزين يعرفوا ان انت فعلا هتبقى اكتف، وان انت هتبقى مركز في الكلاس بتاعتك وكل حاجه، فيعني ده بيبقى التسلسل. بس كده يعني، فما تزهقش في حوار الموتيفيشن، ما تعملوش كله في يوم واحد، يعني في ناس مثلا يفتحوا الوورد مثلا، يلا انا هخلص موتيفيشن النهارده، لا اقعد فيه شهر، اقعد فيه 2، انا قعدت فيه كتير، انا قعدت فيه بتاع 4 شهور ولا حاجه، عمال اجمع من هنا واجمع من هنا وافهم من هنا وافهم من هنا، وافتح يوتيوب واشوف زي ما قلت لك الناس اللي اتقبلت وكده، لحد ما فعلا طلعته متسلسل ومنسق، يعني الحمد لله، والجرامر بتاعه يبقى مظبوط. طبعا انت تفضل تتشيك الجرامر بتاعه كل شويه، كل شويه تشيك جرامر، لان ده مهم جدا، وبس يعني ما تزهقش خالص. يعني انت مش عامل بيرسونال ستيتمنت او ستادي بلان معينه وحاططها في كل المنح، انت كل منحه مسكتها حاولت تعمل حاجه مخصصه متفصله عليها، صح كده؟ بالظبط، يعني في حاجات زي مثلا انا ليه اخترت التخصص، دي حاجه ليا، يعني حاجه تبع انا، فدي لكله. في زي الاكسبيرينس بتاعتي، انا قدمت في كل المنح نفس التخصص، فبرضو دي سبتها. انما طبعا غيرت البلد، وبرضو حاولت مع كل بقى منحه كنت بدور على ايه الانجازات بتاعت البلد دي، وان انا زي ما قلت كده ليه عايز اقدم عليها، والاكزامبلز بتاعتها لازم اكزامبل لازم، فكله كان نفس الاكسبيرينس، وكان نفس ليه التخصص، وكان نفس البلان اللونج تيرم، انما البلان اللي هي في الجامعه نفسها او في المنحه نفسها كنت بغيرها طبعا، لان دي معتمده عن البلد. يوسف، في حته انت قلت لي مجموعك ما كانش عالي جدا، ولكن انت كاتب ان انت من الطلبه اللي جايبين احسن 20% من الدرجات، وجايب ورقه من المدرسه بتثبت ده، فعمل ده ازاي؟ هو انا شفت منحه الكوريه، المنحه الكوريه كانت كاتبه ان انت تجيب حد ادنى 80%، فانا ما قدمتش. فبعد ما قفلت ولقيت كمان بوست على النتائج بتاعتهم، فانا يعني دخلت ابص كده ابص تاني يعني على الموقع بنفسي، لان في الاول شفت فيديو ما شفتش انا بنفسي، فدخلت ابص بنفسي لقيت ان هم كاتبين 80%، او ان انت تبقى من احسن 20% في المدرسه، يعني او في علم علوم مثلا، انا كنت علم علوم. فبجد فكرت في الموضوع ده بعيدا بقى خلاص عن المنحه الكوريه، قلت ليه فعلا انا يعني حتى لو انا مجموعه مش كفايه، انا كنت فعلا من التوب 20% في المدرسه عندي. فبدات افكر في ده، وقلت يعني دي هتبقى لمسه حلوه قوي في الاول في الموتيفيشن، بدل ما انا اقول مثلا ان انا اسمي كذا وان انا جيت درجه والدرجه ما كانتش كويسه، يعني مش هبقى فخور بيها وانا بقولها. فقلت خلاص انا هحط حته ال 20%، اول 20% دي، وفي نفس الوقت تبقى ايه حركه ذكيه، ممكن مثلا تقول مثلا ان انا كنت برضو كويس وبذاكر برضو في نفس الوقت، بس مثلا الدرجه ما كفتنيش وكده، بس
يوسف، انت مقبول في منحة الحكومة الصينية. دي منحة حكومية فبتحتاج ورق كتير، توثيقات، بتحتاج شهادات قديمة، بتحتاج ترجمة. عايزاك تقولي الأوراق جمعتها ازاي وقدمتها ازاي. اول حاجه طبعا شهاده ثانويه عامه. كانت اول مشكله ان انا مش معايا شهاده ثانويه عامه، يعني انا حطيتها في الجامعه وما ينفعش اخدها، يعني ما ينفعش مثلا اقول لهم انا عايز الشهاده بتاعتي. فعرفت يعني ان هم ممكن نطلع بيان حاله من الاداره بتاعتنا اللي انا تابع ليها. فطلعت بيان حاله بيبقى فيها درجات وكل حاجه. وبعد كده رحت بقى ترجمتها في مكتب ترجمه. وبعد ما ترجمتها في مكتب ترجمه رحت الاداره تاني علشان يختموها لي بقى اللي هو الترجمه اللي انا عملتها. فدي كانت اول حاجه، دي كانت شهاده ثانويه. تاني حاجه كان بقى المنحه دي طالبه كشف طبي، ورقتين هما اللي ينزلوه. ففي صعوبه برضو ان انت تروح لمستشفى حكومي تقول لهم مثلا انا طبعا الكلام كله انجليزي وحاجات غريبه، انا عايزكم مثلا تختموا لي على ده وان انا ابقى كويس، يعني الحاجات دي كلها تمام. فدي كان فيها صعوبه كبيره جدا ان انت تقنع اصلا المستشفى. انا رحت بتاع 3 مستشفيات لحد ما رحت يعني مستشفى جامعه عين شمس. طلعوا اخر، يعني دول كانوا اخر ناس فاهمين يعني الموضوع، ففهموا يعني حوار الكشف الطبي. وبعد ما عملته طبعا بقى تحاليل وكده، كانت المنحه طالبه تحاليل كتير، بس هم الحمد لله يعني كانوا فاهمين يعني حوار التحاليل بتاعتها. بعد ما خلصت تحاليلها والاشعه والكشف اللي هم كشفوه عليا وكده، المستشفى نفسها ختمت لي ختم النسر يعني وكده. فدي كان الكشف الطبي. بعد كده بقى الفيش، المنحه برضو طالبه فيش. بتروح برضه تعمل الفيش، بيطلع بعد يوم تقريبا في الاسم اللي انت تابع ليه. بعد ما تخلصه برضه تروح تترجمه، بس ده بقى تترجمه في وزارة العدل. رحت ترجمت في وزارة العدل. وبعد ما بتترجمه هما بيختموه لك اصلا ختم النسر يعني. فدول كانوا ممكن يكونوا اتقل حاجه، بعيدا بقى طبعا عن السبورتنج دوكيومنتس بقى اللي هم الشهادات بتاعتي انا بقى، اللي هي الشهادات الحاجات اللي انا عملتها. اوكي، اللي هي الستودنت اكتيفيتيز والتطوع ايوه والحاجات دي بالظبط كده، كلها. بالظبط. وقدمتها ازاي؟ قدمتها في السفارة ولا اونلاين؟ انا كنت سي اس سي تايب ايه. فبعد ما قدمت اونلاين في الاول، انا قدمت على 3. قدمت على الجامعه الاول، كل ده تقدم على الجامعه. وبعد ما خدت اكسبتنس من الجامعه اسمه بري ادميشن، بعد ما خدت البري ادميشن قدمت على موقع السي اس سي بنفس الورق يعتبر. وبعد ما خلصت موقع السي اس سي، بعد ما عملت سبميت، خدت بقى الورق ورحت البعثات. هم منزلين مقال يعني كامل يعني ان انت تقدم ازاي في البعثات، يعني هم منزلين انت تقدم ازاي كطالب ايه. تروح البعثات وتودي بقى كل الورق ده هارد كوبي. وبس يعني بتستنى بقى القبول الاول من السفاره، وبعد كده من الجامعه، وبعد كده بقى من السي اس سي في الاخر. طب انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ يعني عرفت الخطوات اللي انت محتاج تعملها ازاي؟ في الاول دخلت على سي اس سي. سي اس لقيت سي موقع موقع الحكومه الصينيه. موقع المنحة الحكومة، منحة الحكومة الصينية. بالظبط. اوكي. دخلت على الموقع لقيت فيه جامعات يعني كتير كتير جدا، يعني انا تقريبا فوق ال 100 جامعه ومش عارف اقدم على ايه ولا يعني ايه كل دول. دخلت في الاول على موقع الكيو اس، عرفت الجامعات. فبالصدفه ان انا بحثت عن كل جامعه، كنت بخش اشوف مثلا كل جامعه دي ايه اللي فيها، يعني مثلا بتوفر المنحه دي ازاي، مثلا المفروض اعمل ايه. لقيت ان اصلا كل جامعه ليها جايد خاص بيها، يعني تقدم مثلا في الاول على البورتال بتاع الجامعه. وبعد ما تقدم على البورتال بعد ما يجي لك الاكسبشن تحطه في موقع السي اس سي. وبعد كده تعمل سبميت بقى في موقع السي اس سي. فكل جامعه بقى ليها حاجه خاصه بيها، في اللي تقدم على البورتال، في اللي تقدم لهم على الايميل، في اللي ما بتقدمش خالص بتقدم على السي اس سي وهم بيراجعوا اوراقك. فدي اصلا نقطه مهمه جدا، دي اصلا التركايه في المنحه، ان انت تقدم على الجامعه الاول. لو جامعه مش طالبه ان انت تقدم على البورتال بتاعها الاول او على الايميل، يعني ارجح ان هو بلاش، لان اصلا البري ادميشن ده بيخلي اللجنه بتاعه السي اس سي نفسها تعرف ان انت مقدم في الاول على الجامعه وفاهم الجايد، والجامعه اصلا قبلاك. وفي نفس الوقت برضو السفاره، لان السفاره هي اللي بتراجع اوراقك، بتشوف ان انت مقبول اصلا من ال3 جامعات اللي انت مقدم عليهم. طيب ايه بيقدم على 3 جامعات، فانا قدمت على ال3 جامعات الاول. خدت منهم بري ادميشن ال3، حطيتهم مع بعض في نفس البي دي اف، وحطيتهم في الموقع بتاع السي اس سي، وخدتهم ورحت بيهم بقى السفاره. حلوة قوي، شكرا جدا يا يوسف. وبجد انت فخر لكل حد بيتفرج على الفيديو ده. انا متأكدة ان في حد زيك من سنتين تقريبا بيتفرج علينا دلوقتي وهيبدأ زي ما انت بدأت. ميرسي.